بسم الله الرحمن الرحيم. الجار المخادع والابن العاق. هرم الحاج إدريس ولم يعد يمتطي دابته خوفا من الوقوع، وتوقف عن الذهاب إلى السوق الأسبوع، حيث يتاجر مع كل متسوق أتى من شتى الربوع. فنصح ابنه ألا يكذب عليه في كل المعاملات وفي كل مشروع. ابنه متهور مبذر وبالنشاط مولوع، يبيع البقرة ويدفع نصف ثمنها إلى أبيه بكلم مسجوع. يصدقه الحاج فيدعو له بالتوفيق في كل مشروع. علم جاره الخبيث بما يحدث وأن الحاج في ولده مخدوع. سافر الابن إلى المدينة ليبذر ماله في الحرام وفي الممنوع، فأراد الجار استغلال الفرصة قبل الرجوع، فاشترى من الحاج الأبقار بثمن الخرفان، واشترى الخرفان بثمن الحملان، واشترى كل الزريبة والمحصول بثمن قديم الزمان، وباعها في الأسواق بأعلى الأثمان. عاد الابن وهو شبه سكران، فتساءل عن الغلال والأبقار والخرفان والبغال وكل ما كان، فبشره الوالد أنه باع كل شيء للجار بأغلى الأثمان، وأنه بقي في الحظيرة فقط حمار وأرنبان. فرد الابن: بل قل يا أبي أرنبان وحماران. قال: أين الحمار التالي؟ قال: أنا يا أبي، رغم أني إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم.